إنها المغرب. واحد من أهم معالم المغرب صومعة حسان في الرباط، من بناها ملك الصوامع الثلاث. هذا الصحن الفناء بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الاخوان، فيديو جديد. في الفيديو الاخوان غنشاهدوا فيه واحد الشاب سعودي جزر المغرب الاخوان، ومندهش بزاف الاخوان، تصدم بزاف ومنبهر ووقع في حب وكل شيء الاخوان، كاع التعابير تجمعوا عليه تجمعوا فيه تبارك الله. عجبوا المغرب بزاف الاخوان، عجباتو النظافة، الجمال ديال البلاد، الطبيعة، التعامل ديال الناس، الشعب، التنوع، الثقافة، الحداثة، التطور، البنية التحتية، المهم كلشي اخوان عجبو بطبيعه الحال. الاكل المغربي اللي بلا ما نناقشوا فيه، ديما كاين كيجي المغرب الاخوان ما كيعجبوش الاكل المغربي. المهم اخوان عجبو المغرب بزاف واستمتع بالوقت ديالو بزاف. نشر بعض المقاطع اللي غنشاهدوهم اخوان مجموعين. نتمنى اخوانكم يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تعملوا واحد اللايك، تشتركوا في القناه، تنشروا مع الاصدقاء ديالكم. نشاهدوا الفيديو مجموعين، نشوفوا الاخ السعودي ردات الفعل ديالو، شنو اكتشف، شنو اللي عجبو في المغرب، ونتلاقاو في الاخر الفيديو. أبو يوسف يعقوب المنصور البطل الموحد صاحب موقعة الأرق الشهيرة في التاريخ اللي أخرت سقوط الأندلس ردحا من الزمن. إذا أراد العظماء تخليد ذكراهم في التاريخ لن يجدوا أفضل من لغة العمران لتحكي لنا ذلك. فبنى 3 مآذن، لذلك يسموه ملك المآذن الثلاث أو الصوامع الثلاث. بنى الخراردة في أشبيلية، والكتبية في مراكش، والصومعة حسان في الرباط. هذه المئذنة العجيبة احنا نرى نصفها اليوم، كان يصعدها المؤذن بالخيل للأعلى ويرفع الأذان. هذا المشروع لم يكتمل بسبب عجيب. لذلك إذا أردت أن تقوم بعمل خير أو مشروع قم فيه في حياتك. قد يأتي الورثة وما يكملون هذا المشروع. أبو يوسف يعقوب المنصور وفاه الأجر قبل أن يكتمل هذا المشروع. هذه نصف المئذنة فقط، وهذه الأساسات في أكبر جامع كان يراد له أن يكون أكبر جامع في الرباط، ولكن وفاه الأجل. ابنه يوم جاء بعده كانت له رؤية مختلفة، فوجه الأموال إلى ناحية أخرى. اليوم في المغرب بنوا هذا الجامع الجميل لكن من غير مئذنة، هو المسجد الوحيد من غير مئذنة، كي يعطي الاعتبار لمئذنة حسان اللي بناها الموحدين. لذلك يقول السلف: ما رأينا أعظم من مصيبة الميت، يؤخذ ماله كله ويحاسب عليه كله. فإذا عندك صدقة، مشروع، مسجد، سوي في حياتك قبل مماتك، قد يأتي الورثة ويكون لهم رأي آخر. إذا أنت مراكش لازم تزور أحد أهم معالم التاريخية، وهي مدرسة ابن يوسف. تعالوا نشوفها سوا. وهذه معلومات سريعة عن مدرسة ابن يوسف. تخيل أن هذه المدرسة كانت مقصد للطلاب والعلماء على امتداد 4 قرون. تقدروا تتخيلوا هذا الشيء؟ المدرسة هذه تعتبر حاليا تحفة معمارية، وكانت تعتبر كمان تحفة معمارية من عهد الدولة المرينية. وشكرا للحكومة المغربية على حفاظهم على هذا الإرث التاريخي. وهذه معلومات عن مدخل المدرسة. وسعر التذكرة للكبار 50 درهم، وعندهم دليل صوتي سعره 30 درهم. اللي حاب يعرف أكثر يقدر ياخذ الدليل الصوتي. وهذا شباك التذاكر. هذا الصحن الفناء بعد الصلاة. وهذه معلومات سريعة عن الفناء الكبير. وهذه معلومات سريعة عن الحوض. وهذه معلومات سريعة عن الزليج. الزليج هو هذا النقوش اللي تشوفوها، طبعا هذه كلها مصنوعة يدوية بأيادي مغربية أو مزيغية. شوفوا بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وهذه معلومات سريعة عن قاعة الصلاة اللي نحن فيها حاليا. منظر رهيب، بسم الله ما شاء الله. وبنتجه لغرفة الطلبة الطابق الأرضي. وهذه معلومات سريعة عن المراحيض.
وهذه غرفة الطلاب. غرفة صغيرة. طبعا بهذه الساحة تقريبا 6 غرف. شوف الغرفة الرئيسية تقريبا كلهم بنفس المساحة. مو متأكد من المعلومة، بس لاحظت إنه غرفة العلماء أكبر من غرفة الطلاب، وغرفة العلماء دائما على الممر يكون، وهذه غرفة الطلاب. هذه الغرف كلها أصغر من هذه الغرف، فاحتمال كبير إنه يكون هذه الغرف مخصصة كانت للعلماء. وكذا انتهى منها. ننتقل إلى الدور الثاني. وهذه غرفة الطلبة الطابق العلوي مع قاعة شاشة العرض. شوف المنظر، بسم الله ما شاء الله. وهذا الدور الثاني لغرفة الطلاب، وطلع على الدور الأول أو الدور الأرضي لغرفة الطلاب كمان. وننتقل لقاعة شاشة العرض. وهذه قاعة شاشة العرض، وأعتقد أنها غرفة حديثة. وتخيلوا أنهم ناقشين آيات وسور قرآنية بكل الجدران. شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وهنا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. نقوش رهيبة. تقريبا ناقشين بكل القواعد البناء. الملك لله، الملك لله. سبحان المغير الأحوال من حال إلى حال. لما تيجي تزور هذه الأماكن التاريخية الإسلامية تحس بشوية غبن، وين كنا وين صرنا. المهم إن شاء الله عجبكم تغطيتنا. الآن بنزور رأس سبارتيل، منارة رأس سبارتيل. حنصعد للأعلى، اللي في الأسفل متحف اليوم، وحنصعد للأعلى سبارتيل. ما عاد نقدر كمل. وهذا جانب من جمال طنجة، عشان كذا يسمونها عروس الشمال. وأيضا المغاربة يقولوا إذا بغيت الجمال عليك بالشمال، هذا هو الشمال. هذه أفريقيا، وهنا أوروبا، أسبانيا، وهذا مضيق جبل طارق. المنطقة اللي حول سبارتيل مقاهي ومطاعم وجلسات رائعة على البحر والمحيط والمضيق. يا سلام على الرواقة. أتي مغربي مع فيروز مع هذا الجمال يا أخوي. وين؟ في راس سبارتيل. من هو سبارتيل ده؟ سبارتيل واحد مهندس يا أبو فهد، بلجيكي هنا. من المعالم الشهيرة في طنجة مغارة هرقل، ولها قصة، لكن قصة أقرب ما تكون للخيال. إنه هرقل جاء هنا وقتل أسد وأخذ التفاحة الذهبية و خيالية. لكن مغارة هرقل لأنه أصلا مضيق كان يسمى مضيق هرقل، وتعرفون بحر الروم البحر المتوسط، فمكان استراتيجي، فكان يعني زي ثكنة عسكرية للبحرية الرومانية، فسميت مغارة هرقل. لكن العجيب شوفوا، هذه المغارة نحتتها الطبيعة، نحتتها الأمواج، كأنها قارة أفريقيا مقلوبة، يعني فوق في الأعلى جنوب أفريقيا، لكن لو دققت أكثر وكأنه رجل يصرخ. شوف هنا فوق في الأعلى راسه، وهنا أنفه، وهذا فمه فاتحه يستغيث ينادي. طبعا الأمواج يوم تضرب هنا في وقت يكون فيه رياح، اليوم البحر هادي جميلة جدا.
الإفريق أكادير فعالية جميلة أضيفت إلى المعالم السياحية. تستطيع أن تأخذ أي تاكسي إلى محطة التلفريق ثم تصعد إلى قمة القصبة أكادير وفيلا. 90 درهم للمقيمين والمواطنين و120 درهم للسياح. تحلق فيها في سماء المدينة، تشاهد الشاطئ وتشاهد مارينا وكذلك المرسى. فعالية أنصح الجميع بتجربتها. وأكادير اليوم ليست أكادير الأمس. مدينة الصويرة الشاطئية التي تبعد 176 كيلومتر عن مراكش. تعرف معنا على هذه المدينة الجميلة في هذا الفيديو. وتمتاز الصويرة بممراتها العجيبة التي تأتي من تحت البيوت، ومطاعم صغيرة لكنها في غاية الأناقة. وهذه فنادق عريقة وقديمة على الساحة والسور، وجداريات جمالية في كل مكان. ولا زالت المدينة تحتفظ بعراقتها القديمة. وفي الصويرة مطاعم تقليدية في غاية الجمال والأناقة. الصويرة مشهورة بالصناعات الخشبية. وسقوف من مئات السنين ولا زالت تحتفظ بقوتها. والصناعات التقليدية في كل مكان، ومدينة لا تمل. وهذا حي الملاح، وهذا شاطئ وكورنيش الصويرة. وهذا الشيء اللي كيخدم في هذا الفيديو هذا. نتمنى يكون عجبكم. انا بعدا استمتعت بهذا الفيديو بزاف، استمتعت اخوان بالمشاهده ديال هذا الفيديو هذا، استمتعت اخوان بالطريقه كيفاش كيهضر بها، الطريقه كيفاش استمتع وعجبو الحال، وكيفاش الشغف ديالو المغرب وعجبو داكشي ديال المغرب بزاف الاخوان. نتمنى يكون عجبكم. شفتوا الفيديو اخوان، ما تنساوش تعملوا بواحد اللايك، تشتركوا في القناه، تنشروا مع الاصدقاء ديالكم. خلي اخوان الراي ديالكم في التعليق، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام.